أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامجكم استاد الإسكندرية. أنا الأستاذ طارق إسماعيل النهاردة طبعا الكاتب الصحفي الكبير والمحلل الدائم لبرنامج استاد الإسكندرية. يعني بنرحب بيكم، أعتقد حلقة خاصة جدا. احنا خلاص أستاذ طارق قرر تبقى الحلقة كلها خاصة. أنا ما أعرفش يعني إن احنا يكون معانا النجوم الكبار موجودين هنا دائما في برنامجنا، وده شرف لينا إن هم بيقبلوا يكونوا معانا طبعا. والأستاذ طارق دائما أولا بيحرص على ده بشكل كبير. مساء الخير. مساء النور. وبعدين هو الضيوف اللي بيجوا بيبقوا هم حابين انه بيجوا. أيوة. يعني هم حابين طبعا تلفزيون اسكندريه، حابين كل اللي فيه، وحابين ان هم كمان يطلعوا في بلدهم يقدموا كل حاجه ويقولوا كل حاجه من خلال تلفزيون بلدهم. فاللي بيجي هنا جاي هو حابب ده، وبيبقى عندهم رغبه فعلا ان هم يعملوا احسن حاجه عشان الجمهور يستمتع. طبعا السوشيال ميديا يعني ما خلتش كل الناس عارفه مين معانا النهارده. يعني وانا من ساعه امبارح لحد النهارده كميه اسئله طبيعي. الاسئله والاهتمام بحجم النجم الكبير اللي معانا النهارده هو طبعا الكابتن احمد ساري، نجم النجوم، ماكينه الاهداف الممتعه دائما وابدا، اسم سكندري دائما بنفخر بيه. وعلى مستوى بقى بعد كده المرحله الثانيه انتوا عارفين مدرب على اعلى مستوى، مدرب اسكندراني معجون كده بروح اسكندريه ومعجون بروح المدربين العظماء اللي جم في تاريخ اسكندريه. فبالتالي هي تجربه متكامله. لما نيجي بقى نجيب الكابتن احمد ساري ونقول له اتفضل معانا على الاول تتكلموا في اي موضوع، اكيد الناس كلها بتبقى عايز تعرف رايه، الناس كلها بتبقى عايز تعرف وجهه نظره في حاجات كتير. طبعا هنتكلم عن الاتحاد السكندري والمباراه اللي خلصت من شويه طبعا بالتعادل 0-0 امام نادي سموحه في ديربي سكندري، ما كانش الاكثر امتاعا، ولكن هنتكلم في تفاصيل كتير، هنتكلم في موضوعات كتير، هنتكلم على الكوره بشكل عام، هنتكلم عن فرق الهبوط. كل حاجه هتسمعوها من كابتن احمد ساري النهارده بقلب مفتوح. الراجل احنا جايبينه يعني مش هقول تحت ضغط لانه هو راجل محب زي ما الاستاذ طارق، لكن دائما وابدا هو بيختار الاماكن اللي بيطلع فيها وبيظهر فيها، وشرف فينا انه يكون معانا النهارده. لكن قبل ما نروح الفاصل، قبل ما نستقبل الكابتن احمد ساري، لازم نعلق تعليق مهم، ولازم نتكلم ان الحلقه اللي فاتت كان معانا الكابتن احمد عمر على الهواء بعد يوم واحد من حصوله على كاس مصر. كان في كلام كتير وتعليقات كتير، وانتوا سالتونا بعديها اسئله كتير، وعلى مستوى السوشيال ميديا الناس استغربت من بعض الافكار اللي كان بيتكلم عنها الكابتن احمد عمر، زي مشروع كره السله اللي بيتبناه وانه بيقول انه لازم يكون موجود داخل النادي بتاعته. وللاسف حصلت حاجه كده في النص ما بين الحلقه دي والحلقه دي، ان الاتحاد لعب طبعا البيست اوف 5 مع سبورتنج زي ما قال الكابتن احمد عمر هنا، وقال ان المباراه دي مهمه جدا وصعبه جدا، وهزم الاتحاد في اولى المباريات. ولكن كالعاده ينتفض المارد، كابتن احمد عمر يعود ويفوز بالمباراه الثانيه بسكور عالي جدا، عكس تعليقات البعض السلبيه اللي كانت بتنتشر. لا، هقول لك على حاجه اتمنى ان اقولها. انا حتى الاتحاد لما بيخسر ما بقاش قلقان في كره السله، لان ده طبيعي، ما فيش فرقه هتكسب ابدا على طول، ده في كره السله ده مستحيل. لكن لما تيجي فريق واخد بطوله ومجهد، والراجل اتكلم في الحلقه معانا على انه هو عنده اصابات وعنده اجهاد وعنده ده الطبيعي ان الفريق تعبان، فلازم يحصل ده، يحصل دروب في مباراه. انما شوف لما بيرجع تاني لادائه، كسب فرق قد ايه؟ فرق 40 نقطه، 40 نقطه عاملين مع سبورتنج، مدرب على اعلى مستوى طبعا بالظبط. فانت النهارده هو ده المستوى الطبيعي، لكن كونه انه يخسر ما هو لازم هيخسر، ده الطبيعي. فمحدش يقلق ان فرقه الاتحاد في كره السله تخسر مباراه، انما حاسبه لما تبقى المباراه مصيريه. مش مصيريه لان هو عنده 3 مباريات، فانا كنت متوقع انه بسهوله جدا هيقدر يعوض وكسب. انا كنت عارف ان ايه، لكن مش بالنتيجه الجامده اللي هو حققها في المباراه الثانيه. هو ده اللي انا استغربته. واستغربت من الرد وان اللعيبه بتاعي. وعلى فكره على مستوى كمان حاجات كتير، الناس اللي كانت بتتكلم على علاقه بيبو بالكابتن عمر وشكل العلاقه، وان عمر وان بيبو عنده، العلاقه كانت واضحه جدا في الملعب. الراجل زي ما قال هنا بالظبط، ما عندوش حته الحب والكوره، ما عندوش مشاكل مع اي حد. راجل اللعيب اللي هيكسبه بيلعب بيه وبيعود لمستواه، وهو جيد جدا في الحكايه دي. راجل بيعرف يرجع اي لعيب لمستواه ويفصله عن اي كلام كان بيدور حواليه، واعتقد ده جزء من عبقريه الكابتن احمد. انا عايز اقول لك على حاجه، واحنا متفقين من اول يوم بلاش نتكلم في موضوع بيه، بس انا هقول لك كلمه واحده. عشان خلص، ما انا عشان كده بتكلم فيه دلوقتي. لا هي ان هو لعيب فاهم وعارف هيختار الصح فين. صح كده. يعني هو عارف اللعيب اللي زي بيبو لعيب متميز، مش هينفع يلعب الا في فريق متميز.
صح كده. عشان ما ناخدش وقت كتير، ان معانا حاجات كتير واسئله كتير واطروحات كتير هنطرحها على نجم النجوم الكابتن احمد ساري. نجم النجوم الكابتن احمد ساري معانا بعد الفاصل القادم. أسطورة الأساطير، واحد من الناس اللي أنا شخصيا بالنسبة لجيل أنا يعني، وبقولها كل مرة وممكن يعني الناس تفهم، لكن دي الحقيقة. أنا اتربيت على كورة أحمد سامي، يعني أنا شفتها كده بعيني، كنت بروح أتفرج عليه. بالنسبة لي هو أيكون كبيرة جدا، حاجة كده ممتعة في كل شيء. اللعيب السهل الممتنع ده اللي فجأة تتفاجئ بيه في الملعب وتشوف الجون بيجي وانت مش شايفه ازاي، وسرعة رهيبة في اوقات معينة، وهدوء وذكاء شديد في اوقات معينة، تركيبة كده ما بتتكررش كتير في تاريخ الكرة المصرية. متعة الجيل بتاعي انه كان يسمع كده ان الكابتن ساري جاب جون، وطبعا احنا كنا في حاله من المتعه مع الموهبه الحقيقيه اللي كانت موجوده في الوقت ده. وبعد كده استمتعنا طبعا بمشواره التدريبي وباسمه اللي فخر كبير جدا لينا في اسكندريه. نورتنا يا كابتن مصر. حبيبي يا استاذ، شرف لينا كالعاده. شرف ليا طبعا. لا والله احنا سعداء جدا جدا، لان الكابتن احمد يعني لو تفتكر النوبه اللي فاتت لما مسك فرقه الاتحاد، اول حاجه قال لك مش هطلع الا ايه معاكم. يعني هو بصراحه هرد على التليفونات بتاعت يعني لا يمكن انك تشوف حد عنده انتماء وبيحب بلده، ويعني من عشاق فعلا جمهور اسكندريه. وحشتنا يا كابتن، منور الدنيا، واحداث كتير قوي يعني مرت في الفتره الاخيره. لكن احنا النهارده كل الناس بتسالني عن، يعني لما عرفوا ان انت موجود، كل الناس بقت تسال كل الاسئله وبتطرح كل الاسئله، وكل الناس عايز تعرف وجهه نظرك. طبعا لان انت واحد من الناس المعاصرين والمعايشين لتفاصيل كتير، سواء جوه نادي الاتحاد، النادي الاولمبي، الكره المصريه بشكل عام. ودايما وابدا احنا بنحب ناخد، او الناس بتحب تاخد اراء الناس اللي بتثق فيها بشكل كبير جدا. الاول قبل ما نخش في اي تفصيله او اي موضوع، راضي بشكل عام عن المستوى الفني لكرة القدم في الدوري السنة دي، او كرة القدم بشكل عام في البطولات المحلية اللي احنا اتفرجنا عليها، واحنا خلاص بنخلص، هو قربنا نخلص؟ لا طبعا، مفيش اي رضا خالص من اي نوع. ده الجزء الرد على طول بتاع حضرتك. لكن ليا بس تعليق صغير على الجزء الاهم اللي هو قناة اسكندرية. تمام. قناة 5 كانت بالنسبة لنا اولا الرسالة اللي كانت بتتذاع في المباريات كنا بنقعد نستناها، هتتذاع يوم بعد المباراه مثلا الساعه 8 والماتش كان الساعه 4 او حاجه، فنقعد نستنى الايه الملخص بتاع المباراه واجيب الفيديو واحط الشريط واقعد اسجل عشان اراجع. دي الاداه الوحيده اللي احنا كنا نطلع فيها في الاعلام فكان ارتباطنا بقناه 5 كانت حاجه قويه جدا. كنت امبارح مع كابتن احمد الكاس في مناسبه كده، فجت السيره فبنتكلم على ايام زي ما الاستاذ طارق بيقول كده، الايام الحلوه بتاعت زمان وبداياتنا في الكوره والتلفزيون وقناه اسكندريه. كان زمان فاكر البرنامج اللي كان بيذيع نتيجه المباريات من ملعب مش عارف فين وملعب عشان يجيب الجدول اللي هو مباريات الاسبوع كلها، كان الساعه 7 الا ربع. فهمي عمر مصر كلها بتقعد تسمعه. دي الوسيله الوحيده اللي انت كنت توصل بيها لما اتعملت القناه 5. بعد كده بقينا نطلع ونتفرج على ماتشاتنا، مثلا مباراه الاتحاد مثلا والمحله ما كانتش بتتذاع، فتيجي بالليل يذاعوها لك في القناه 5. فدي كانت بالنسبه لنا كان حدث. فمرتبطين كل الرياضيين اللي عصروا بدايه القناه 5 مرتبطين ارتباط كبير قوي بوجود القناه في اسكندريه وتطورها، واحساسنا ان هي برضو ما زالت. احنا عايزين اعلى من كده بكتير، احنا عايزين نقدر ننافس الفضاءات الخارجيه بما نملك من معدين ومذيعين ومخرجين ونجوم نقدر نلمعهم في بلدنا. حاجه تانية، انت يعني اسكندريه دايما هي مركز للمواهب في كل حاجه، فاسكندريه غنيه بكل، يعني انت لما تيجي تعمل في برنامج في اسكندريه مثلا عن اي حاجه هتلاقي نجوم واساطير صعب تلاقيها في اي حته ثانيه. صح. لكن اسكندريه شامله كامله زي ما بيقولوا كده اهوت. فيعني انا متعصب شويه لاسكندريه. النجم اللي بيطلع من اسكندريه بيكون نجم حقيقي ليه، وده مش تعصب ولا حاجه. دائما وابدا الظروف مختلفه في اسكندريه، يعني ظروف اصعب. يعني سهل جدا، مش بقلل من حد، ولكن سهل جدا تبقى نجم في القاهره، انا بتكلم بصراحه بقى، وسهل جدا ان انت تصنع نجوميتك. لكن واحد زي كابتن احمد ساري، واحد زي كابتن احمد الكاس، اما يصنعوا نجوميتهم بالعظمه دي
في ظروف ما كانتش اقدر يعني مش في انت عارف حضرتك في انديه ليها اعلامها وليها قنواتها، لكن انتوا ما كانش عندكم كل الكلام ده وفرضتوا نفسكم على مصر كلها بشكل كبير بموهبتكم الحقيقيه. يعني ناخد الجزء دوت نحطه على لما تكون انت لعيب في اسكندريه وتفرض نفسك على وجودك في المنتخب. بالظبط. يعني انا فرضت نفسي في وقت في المنتخب فتره قصير، لكن الكابتن احمد كاس كان قعد فتره طويله قوي في المنتخب. فان انت تطلع من اسكندريه وتظهر المردود دوت على زي ما تقول نجوم القاهره الاهلي والزمالك طبعا، فدي بالنسبه لك بتبقى يعني انا عملت حاجه غير هم. يعني فاكر انا كنت في الزمالك في وقت معين فكنا لما جينا استدعى للمنتخب فتبقى تحس ان انت ايه مش عايز تروح، مش منتخب الاول، منتخب الاولمبي، منتخب العسكري، المنتخبات اللي هي ايه هتروح تلعب في افريقيا بقى تتعذب. وفي نفس الوقت يكون مثلا الزمالك عنده سفريه رايح يلعب في الامارات، مسافر معسكر في يوغوسلافيا في المانيا. فانت الاختيار بالنسبه لك ايه؟ احنا بقى في اسكندريه لما كنت في الاتحاد مثلا وهيجي يختاروا المنتخب تقعد تجيب الجرايد كلها وتقعد تدور على اسمك هينزل قبلها بيوم، يا رب اروح يا منتخب اولمبي بقى، منتخب اي منتخب، المهم ان انت ايه تبقى مستني عايز تروح اي حته فيهم وانت مكسر الدنيا. النجوم كمان مش في الكوره في اسكندريه. انا عايز اقول لك على حاجه محدش واخد باله منها. النهارده الاتحادات مين ماسك الاتحاد؟ هناخدهم كده بالراحه. اتحاد الاسكواش امن الترابيزه اسكندريه صح كده، والدكتور طارق ابو زاده، عمرو فتحي اليد. كرة السلة مين اللي ماسكها؟ عمرو السلحي. تمام. لما نيجي نتكلم مثلا اعظم شخصيه عندنا اللي هو الشخصيات الرائعه محمد رشوان. ما في ده، ما فيش بقى، ده الاسطوره اللي ايه في كل حاجه، واخد بالك؟ ده نجم النجوم في اسكندريه. ضيف على كده بقى كل الالعاب هتلاقيهم من اسكندريه، هتلاقيهم نجوم الاتحادات في الالعاب المختلفه. فانت عندك هنا ذخيره من النجوم والقيادات اللي هي تعمل حاجات كتيره جدا. ولو ركزنا ان ازاي نعمل حاله في اسكندريه تبقى هي اللي متوليه الرياضه عشان تصحح مسارها. حضرتك انا مره طلب مني ان انا في احد اللقاءات ان انا اختار من اسكندريه حد يرشح لوزير الرياضه، فقلت لهم بالترتيب كده: نمره 1 محمد علي رشوان، نمره 2 طارق السباع، نمرة 3 احمد الكاس. اختاروا بقى اي واحد من الثلاثه يبقى وزير الشباب والرياضه ويعمل لك نهضه انت مش متخيلها. عايز اقول لك على حاجه، ويمكن الاستاذ حسن عارف، قبل رمضان على طول كان لنا حلقه تاريخيه مع بقى النجم الاسطوره مدحت ورده حقيقي. وكان تقريبا كل اسكندريه ما حدش مصدق انه هيبقى معانا، لانه قعد 3 سنين ما بيطلعش هو مش عايز يطلع. انما هو الراجل جه قال نفس الكلام الجميل اللي انت قلته، قال لا تلفزيون اسكندريه ما اقدرش ولازم اجي ولازم اطلع، رغم هو عنده كان عروض من قنوات كتيره جدا. ده النجوم الحقيقيه، النجوم في فعلهم، النجوم في فعلهم مش ادائهم بس، فعلهم. يعني الكابتن احمد لما مسك نادي الاتحاد قال لي لا انا مش هطلع مع حد الا معاكم. فده النجوم في الفعل، مش كمان في الاداء او اللعب، لا في الفعل كمان. فانت اسكندريه دي فيها ناس عظماء لازم احنا نفتخر بيهم ولازم نتشرف بيهم. عشان كده النهارده لما يكون معانا واحد زي الكابتن احمد سالم احنا نبقى سعداء جدا جدا، الناس كلها نبقى فرحانين. لما احمد الكاس حقق بطوله بقينا فرحانين جدا. ده فعلا التعبير اللي احنا بنعبر عنه من خلال القناه. ده شرف لينا ان احنا كنا موجودين. نرجع لسؤالنا التاني لانه سؤال مهم في الحقيقه، والناس بتستنى يعني راي النجوم والمواهب الحقيقيه في اللي احنا بنشوفه. انا شخصيا مثلا، وده مجرد راي شخصي، ما شفتش الموهبه لغايه دلوقتي اللي ممكن اقول ان هي مهما كانت الاسماء بقى والبروباجندا على مستوى فنيات كره القدم في البطولات المحليه الموسم ده. هل انت متفق معايا بالشكل ده؟ مش شايفين الوهج او الحاجات اللي احنا بندور عليها زي ما كنا بنشوف دايما في كل المواسم الفترات السابقه؟ يعني في موهبه ظهرت من سنتين، ولكن السنه اللي فاتت حصلت له اصابه. لعيب في نادي الاتحاد اسمه احمد عيد، كان في الاولمبي صح قوي. ده حاجه على فكره يعني على فكره ده واحد من ولادك اعتقد، صح كده؟ فكرني بيا وانا في بداياتي كده. فان شاء الله لما يرجع من الاصابه ده هتشوف حاجه تطور غير عادي فيه هو، وفي نفس الوقت في الفرقه نادي الاتحاد، وان شاء الله ينضم المنتخب ويرجع تاني. وصفقه احمد عيد كنت حضرتك موجود في الفتره اللي هو، لانه انا عارف ان احمد عيد كان بيلعب مع حضرتك وكنت حضرتك موجود، واحد من ولادك اللي انت مربيه، واحنا كنا مستغربين جدا من سنه الصغير ولكن اداؤه العالي لما راح نادي الاتحاد في البدايات.
وهو اول مره راح نادي الاتحاد بصراحه يعني كان كابتن العش كان موجود وقتها. وانا كلمت وقتها ان احمد عيد وقلت له خلي بالك عشان كابتن طارق هيحتاج حاجات معينه انت ما تملكهاش دلوقتي، تحاول تطور نفسك عشان تملكها، لان هو مش يعني هو ما يعرفكش زي انت اقنعتني لان انا اشتغلت معاك 3 مواسم في نادي النوم. لا وانت بتشتغل بطريقه ثانيه في الملعب ودي وانا طريقتك يعني منهجك معتمد على النوعيه دي، فكابتن احتاج منك حاجات ثانيه، فحاول تسمع له وتركز في اللي هو عايزه وتنفذه في الملعب. فده خد منه وقت يعني خد حوالي دور اولاني او دور، وبعد كده ابتدى يظهر الموهبه بتاعته. انا عايز اسالك على حاجه مهمه وكل الناس بتسالني لازم اسالها. لو انت كنت موجود ايه الحاجه اللي كنت المفروض تعملها مع بدايه الموسم وما اتعملتش؟ سؤال صعب. كان نفسي اكون موجود طبعا، شرف ليا. في نهايه الموسم اللي فات انا قعدت عملت بلان للموسم الجديد. لازم اول حاجه ترجع للفتره السابقه، الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، عشان تبني على اساس. فكان الموسم اللي قبله ايام زوران كان في فريق قوي جدا في نادي الاتحاد. الموسم اللي بعده كابتن عاشي اضاف عليهم بعض ومشى منهم بعض. فالنتيجه المحصله في الموسمين دولت ان وصلنا في الدور الاولاني مع زوران لمركز اول تاني تالت اعتقد، مع كابتن عاشي وصلنا للاول. كان في بعض المؤجلات لبعض الفرق، لكن في نهايه الدور الاولاني في الموسم الثاني وصلت للاول. وجيت حصل في اخفاق في الدور الثاني ونزلت لمستوى بعيد قوي عن اللي انت كنت تامله واللي الجماهير كانت عايزاه. فانت عندك نموذجين موجودين قدامك، ادرسهم وشوف اللعيبه اللي كانت موجوده هنا حصل ايه في نهايه الدور الاولاني وقعت، والسنه الثانيه حصل ايه في نهايه الدور الاولاني وقعت. فانا اكتشفت ان هي المرحله الاولانيه بتاعت زوران ديت لما كان عنده فريق كامل وقوي، ابتدى زوران يتدخل بتغيير بعض العناصر اللي موجوده اللي هي الاساسيه اللي انت ما تقدرش تهاوب ناحيتها غير لما يكون في اصابه او في هبوط مستوى او في ايقاف. لكن هو ابتدى يتدخل باعاز من المساعدين اللي معاه بطريقه ضد مصلحه الفرقه. يعني كل واحد كان ليهم علاقه بلعيب ما بيلعبش فعايز يلعبه، فعايز هيلعبوا على حساب لعيب اللي كان بيلعب، فحصلت مشكله في اوضه اللبس. ودي كانت بدايه النهايه بالنسبه لزوران ومشي. كابتن عايش في نهايه الدور الاولاني كان واحد من الثلاث اربع فرق اللي في الاول. الاستمراريه بعديها لما انا درست عرفت ان البديل ما كانش موجود. لان انت في الدور الاولاني عندك فريق قوي، لما يحصل لك اصابه ايقاف واحد يهبط مستواه، البدائل اللي دخلت ما عملتش نفس الدور، فابتدت الفريق يعمل ايه؟ دروب. فانت بقيت تغير في ايه؟ يعني مثلا اقول لحضرتك مثلا استاذ طارق الماتش اللي فات لعب ما كانش كويس، خلاص الماتش اللي بعده انا كمدرب اعمل ايه؟ المفروض اغير ايه؟ استاذ طارق. بقيت اقول لا، طب ما نخلي الاستاذ طارق يمكن يرجع مستوى واغير استاذ حسن. الله يا جماعه، ما هي ده اللي بقى ابتدى يحصل. ما انت بقيت ايه؟ انت كمدير فني بتلجأ لحلول خارجيه غير الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. يعني اول حاجه لما يكون عندك فريق ومستوى هبط بتضطر بتعمل ايه؟ بتغير العنصر. كان عندي خلل في الدفاع فبغير عنصر ومكان عنصر. طيب الخلل ما زال موجود يبقى هغير الطريقه. بدل ما كنت بلعب ب3 العب ب4، بدل ما كنت بلعب ب4 العب ب5، حسب ايه المشكله اللي عندي واحاول احلها. طيب عملت الكلام ده والكلام دوت وما نجحتش الطريقه، يبقى انا المشكله فيا امشي. وده اللي حصل مع كابتن عاشق، ابتدى يغير، ما استجابتش اللعيبه البدل لان هو ما جهزهاش من الاول. ابتدى ندور على الناشئين لا بقى لهم انا الموضوع ده انا جاي لك انت بس عشان انا عارف. لان احنا كل مره نعمل كده في بعض. احنا اتخانقنا المره اللي فاتت على الناشئين والناس كانت شحنه الاستاذ حسن ازاي الناشئين ما يلعبوش فاحنا انا مشيت مثلا بقى لي دلوقتي حوالي النادي الاتحاد لعب 18 مباراه و6 4 كام 25 مباراه 25 مباراه. كم ناشئ لعب؟ واحد بس مؤمن شيء صح بس. يعني معنى كده ان لما جه اسمه فاسيلو مفيش ولا واحد لعب. لما جه كابتن طلعت لاعب مؤمن شريف. لما جه كابتن مجدي عبد العاطي ولا واحد بيلعب، عشان ممكن يكون مؤمن هيلعب. لا مؤمن عشان ممكن ظروف المنتخب، لكن مؤمن انا عارف. لكن انت بتتكلم في 25 مباراه نادي الاتحاد لعيب واحد فقط ناشئ بس هو اللي لعب. وبرضه توقفنا عند فكره عموري اللي اتخانقنا عليها اللي هو كان، وبرضه هداف الدوري في 2005. وفي واحد زي عموري برضه، اثنين مهاجمين اسمه ادهم بالظبط كده، اثنين كويسين جدا. وفي ولدين تانيين برضه في فريق ال 18 سنه كان الكابتن احمد الكاس لسه كنا بنتكلم عليهم، ولدين في الناشئين في نادي الاتحاد جامدين يعني السنه الجايه المفروض يبقوا. وكان في ناشئين برضه في سموحه برضه كنا بنتكلم عليهم هيبقوا السنه الجايه ممكن من اللعيبه اللي هتلعب منتخب اول. فانت بتتكلم دلوقتي في ان نادي الاتحاد
بعد الموسمين اللي فاتوا المفروض يحصل ايه؟ ناخد عظه من الموسمين اللي فاتوا. عملنا ايه؟ احنا شلنا الموسمين اللي فاتوا دول رميناهم، زوران وطارق العشي، وعملنا حاجه جديده خالص ما كانتش موجوده. حصل ايه بقى؟ ما استنيناش حتى للدور الاولاني. انت بتقول لي كان نفسك تعمل ايه؟ ايوه انا هقول لك بقى اللي نفسي كنت اعمله، ان انا كنت اخد من التجربه الاولانيه والتجربه الثانيه واعمل الحاجه اللي هي تقدر تخليني استمر في المنافسه الى نهايه الاسبوع. كنت هتكمل تدعيم يعني؟ لا مش تدعيم، اختيار العناصر اللي كانت موجوده من السنه اللي فاتت للسنه دي، في بعض العناصر الكويسه مشيت كانت المفروض ما تمشيش وكان لازم يتجدد لها وتقعد. العناصر الاساسيه اللي انت كنت الهيكل القوام الاساسي للفريق ماشي، كنت لازم تبني عليه. ما تعمل ايه؟ البدله اللي هم كانوا بيوقعوك في الدور الثاني تجيب الاقوياء. في لعيبه في البدله كانت المفروض تخش في الاساسيين، وفي لعيبه في الاساسيين كانت لازم تمشي ما تقعدش قعدت. ده اللي انا كان نفسي اعمله، ان اللعيب اللي ما اجتش وما اداش واخفق لما خد فرصته سواء من البدله او من الاساسيين كان لازم يمشي. وتخلي القوي اللي انت تقدر تعتمد عليه الهيكل العمود الاساسي للفريق، وتبني عليه من العناصر اللي هي لما يحصل تبديل بين الاثنين دولت، بين الدور الاول والدور الثاني في حاله الاصابه الايقاف، يبقى عندي فريق قوي ما تهزش. فده اللي كان لازم يحصل. الكلام ده كان محتاج حاجتين. اولا لازم تكون متابع جيد لكل فرق الدوري. ثانيا لازم تكون عارف انت اللي هو تبقى في المطبخ. ايوه. من اين تؤكل الكتف. عارف اللعيب الكويس اللي هيطلع كمان سنتين في نادي كذا، روح هاته. في الدرجه الاولى في المحترفين في لعيبه، نص لعيبه الدوري الممتاز جايين من الدرجه الاولى. انا هرد عليك في حته واحده بس، انا عشان برضه بقى انا بس كان عندي 7 لعيبه كتبت اساميهم عشان دول يكونوا موجودين في نادي الاتحاد. 7 قبل ما تقول ال7 كلهم موجودين في فرق الدوري الممتاز بتاعي. قبل ما تقول ال7 قبل ما نتكلم في الحته دي، قبل ما نكمل، احنا ابتدينا الموسم ده بمشروع، يعني اتقال كده احنا بادئين بمشروع. وفي طارق العشي كان بدانا بمشروع. انا خلاص احنا خلصنا تجربه الكابتن طارق. انا بتكلم الموسم ده تحديدا اللي هو اللي احنا بادئينه ده. احنا ابتدينا بمشروع. والمشروع ده انا بس برد على حضرتك ان حضرتك قلت لي في لعيبه مشيت وكانت مهم ان هي تقعد، فاتقال ان اللعيبه دي هتمشي عشان انا هجيب افضل منهم. تمام. عشان اعمل مشروع جديد، اعمل شكل جديد للفرقه. صح. بس هو انا ده الرد انا بقوله في اللحظه دي. خلينا في ال7 لعيبه عشان ما نخش في حاجه. لا هقول لحضرتك على حاجه. المشكله دلوقتي الموضوع بقى فين؟ عند الاداره وعند الجهاز الفني اللي جاي. الجهاز الاداره طبعا الاستاذ محمد صالح رئيس النادي، الاستاذ احمد عبد المجيد نائب الرئيس، كل اعضاء المجلس كلهم لما قعدوا وابتدوا يتكلموا في الاسلوب اللي هيدور بيه الموسم اللي جاي او طلباتهم او كاداره. احنا عايزين ايه السنه الجايه عشان ما نمرش باللي حصل السنه اللي فاتت. صح كده. ونتدارك الكلام دوت. فمشوا في اتجاه انا شايف ان هو بدايه جبنا لعيبه قبل ما المدير الفني يجي، وبعد ما المدير الفني جه ابتدى يقول لك لا انا مش عايزهم. دي اول نقطه. يبقى اعتبر ان احنا البدايه كده ايه، ما عملناش حاجه، يبقى دخلنا في حته ثانيه. طيب لما جه الراجل الخواجه، هل الخواجه عنده مقدره ان هو يقدر يجيب لك لعيبه من الدوري الممتاز والدوري الدرجه الاولى هو مش متابع وضع الفرق او الكلام دوت؟ صح. هيعتمد على ايه؟ على وكيل. بالظبط كده. طيب كان موجود الكابتن امام محمدين. كابتن امام محمدين قال بعض الترشيحات لبعض اللاعبين، وفي لعيبه جت وفي لعيبه ما جاتش. اللعيبه اللي جت في ناس فيها كويسين واثبتوا جداره، ولكن ما يقدروش يستحملوا الضغط الجماهيري. فانت كده بالنسبه لك يبقى انت ايه؟ ما عملتش حاجه برضه. صح كده. تمام. لما نيجي نظبط الميزان بقى، الصح كان يحصل ايه؟ عندي احنا لما بنيجي نعمل بلان كده بنعمل في الملعب حوالي 12 مركز مش 11 خلاص. فبنحط في كل مركز واحد والبديل، واحد الواحد موجود عندي فبشطب عليه، البديل بدور عليه في الخانه بتاعت الفارس. بكتب ايه؟ الاستاذ طارق اسماعيل، الاستاذ حسن، احمد ساري. الثلاثه دولت ايه؟ اختار منهم واحد. الاستاذ طارق طالب مليون جنيه، انا ما عنديش فلوس مش هجيبه. الاستاذ حسن طالب 500,000 اقدر بس ممكن اتعثر في النص كده. احمد ساري طالب 200,000 يبقى ايه؟ اقدر اجيب احمد، بس لازم يكون المستوى ايه؟ قريب، ما يبقاش ايه؟ مش في فروقات كبيره، مش في فروقات كبيره. فاقدر ايه؟ اعالج النقص المادي اللي عندي في ان انا ايه؟ تكون عندي عين خبيره. انت عارف الوكلاء بيعملوا ايه؟ ايوه زي الحلقه اللي فاتت بالظبط، هنقعد اسبوع نرد على الاسئله. الوكلاء بيعملوا ايه؟ بيجتهدوا وبيشتغلوا، الوقت بتاعهم ما بيضيعوش. تلاقيه بيروح يتفرج على ماتش هنا، بينزل الملعب ده ويتفرج على ده ويجي يبيع لك اللي هو شافه.
صح. يعني يا اخي انت مش قادر تعمل الكلام ده. في نادي الاتحاد فيه اكتر من 200 مدرب كلهم موجودين في كل الدوريات، كله يشتغل لك انت. هو كابتن احمد عشان ما نظلمش نادي الاتحاد، الكلام ده كله موجود اصبح في كل الانديه. ايوه يعني الانديه سلمت نفسها لوكلاء اللاعبين، بينما الكلام اللي بتقوله ده الكلام العلمي المنضبط الحقيقي اللي هو موجود في العالم كله، ان في لجنه مسؤوله، واللجنه دي على فكره احترافيه، يعني اللجنه نفسها بتاخد فلوس. يعني ايه؟ لان انا ما ينفعش اجيب لعيب بملايين عشان بعد كده انت هتسيبها للقيل والقال. انما بيحصل ايه بقى عشان الناس تبقى واخده بالها؟ انا باجي كاداره بقول للجنه انا عندي 5 لعيبه عايزه ايه استغنى عنهم وابيعهم، وعايز فيهم 10 قروش، وانا راصد السنه دي مثلا 20 قرش للعيبه على جنب. طب لو اللجنه اشتريت لي اللعيبه اللي انا عايزها ب 17 وسوقت لي اللي هم ب 10 دول ب 15، دي ما تكافئش طبعا. هو ده الكلام. يبقى انا النهارده بعمل لجنه احترافيه بتشتغل لي احسن من الوكيل، لانها هتقدر تسوق اعلى، هتقدر تجيب عروض افضل، هتقدر تختار من الكلام اللي انت قلته ده بشكل افضل. يعني ده الوكيل كل اللي بيعمله بيسوق لعيبه بس. انت بتضحك ليه؟ هو ده اللي بيحصل، بيسوق لعيبه بس، انما لا يهموش هو كويس ولا وحش. انما اللجنه هنا، لان اللجنه دي كمان قاعده في لحظه ممكن الاداره تغيرها. طيب انا مش بحب المسميات، يعني بالنسبه لحضرتك راجل ماشي كبير فانت ايه هتسمي كل حاجه. انا كنت عامل ما يسمى بلجنه ولكن من غير اسم. كنت ماسك فريق النادي الاولمبي، حصل. فبعمل ايه بعد كل مباراه؟ هلاعب مثلا الماتش اللي جاي مثلا هلاعب فرقه الحمام، فبكلم المدرب اللي لاعب فريق الحمام وباخد منه تقرير مفصل عن الفرقه اللي هو لاعبها. ماشي، عندي 5 6 مدربين بيروحوا يتفرجوا على الماتش بتاع الحمام وبيدوني تقرير، تلاقيهم كلهم بيجمعوا ان في لعيب في الحمام في مركز كذا ده احسن لعيب، ابتدي احط عيني عليه واحطه في الايه في البلان عندي. على نهايه الموسم هيكون عندي احسن لعيبه في كل الفرق قدامي، لما اجي اختار عندي ارضيه اختار منها، ده الشغل. لكن انا ما ينفعش اقعد طول الدوري بتفرج على الفرق ومش عارف انا عايز ايه ومحتاج ايه، واجي في نهايه الموسم الاقي الاستاذ طارق جاي يقول لي بقول لك ايه في حته لعيب. ايوه وبعدين طب ازاي انا ما اعرفوش؟ طب ما شفتوش قبل كده ازاي انا مش طب ازاي انا ما تابعتوش؟ ازاي انا ما عادش حد يتفرج عليه؟ انت حضرتك الاستاذ طارق بيقول عليه ده ان تتكلم علمي، انت بتروح تراقبه في التمرين بالظبط، هل هو سلوكه في التمرين زي سلوكه في الماتش بالظبط. بتراقب حياته العاديه. انت تشتري لعيب هتجيب لعيب يشيل اسم النادي، لما يسيء لنفسه هيسيء للنادي، فانت ما ينفعش تجيب حد غير لما يكون محطوط تحت سبوت عالي قوي تقدر تشوف منه كل تحركاته. ما ينفعش انا افاجئ في نهايه الموسم الاتحاد عايز مدافع، عايزين نروح ندور على مدافع، تلاقي واحد يكلمك ده في حته لعيب في العالم، طب هاتوا لنا. يا جماعه مفيش كلام من ده في الكوره. انا بعمل السنه الجايه انا عارف ان في 3 لعيبه في الاتحاد مثلا عقودهم انتهت وهيمشوا ومش هيجددوا او مستواهم قليل ومش محتاجينهم، من دلوقتي ابتدي اراقب من اول الموسم السنه الجايه يا جماعه جهزوا لي 12 مدافع عايز اختار بينهم نمره 1 و2 و3 و4 واجهز الكلام ده واعمله. عندك في بطوله الافريقيا اللي شغاله في مصر هنتكلم عنها في ده جزء اساسي انت لازم تراقب الناس دي. هنتكلم عنها بالتفصيل. اللعيبه دي هيطلع منهم اشرف حكيمي من المغرب، ويطلع منهم مرموش من مصر، ويطلع منهم نيجيريا اسمه ده ايمانويل مونكي، هيطلع من بتوع غانا ايبوا، هيطلع من كوت ديفوار دروجبا. ما تراقب الناس دي وانت من هو عنده 20 سنه خلاص ده نضج. يعني انت محتاج ان خلاص ده جاهز هتشتري بمليون 2 مليون، مش هاخده ب5 و10 مش هاخده ب 100 25. لكلام الكابتن احمد احنا لما كنا حتى بنتابع الماتشات ايام ما كان الاولمبي والمنصوره وكده، احنا كنا بنقعد بنشوف كل مثلا هيلعبوا القناه، فمن قبلها بنبقى نقول لهم خدوا بالكم فرقه القناه معتمده على 2 لعيبه كذا قدام بيعملوا كذا. احنا حتى كاعلاميين بقينا حافظين اللعيبه وعارفينهم، ده من المتابعه بتاعت الملعب. وكان بيبقى كل كلام كده وهم بتلاقيهم عارفين برضو. يعني الكابتن الله يرحمه الكابتن البوري يقول فعلا عندهم كذا كذا كذا. النهارده فين المتابعه دي؟ وفين اللي بيقول وفين اللي في حد بيعمل لك انت الدور ده؟ انت مش عايز توجع دماغك، في واحد بيروح يتفرج بدالك ويجيب لك. لا في واحد وكيل. ما ايوه، ما هو الوكيل جاي يسوق لكن مش جاي يعرض عليك الافضل. لا انا دايما بقول لهم ايه، انا مثلا ايه لما يكون عندي وكيل عايز اتعامل معاه خلاص،
انا عايز الاستاذ حسن، الاستاذ حسن ده مبلغه عالي قوي، هياخد مني 10 مليون جنيه، فانا بتوسط عند الوكيل ان هو يخلوا لي ب5. ده شغلي. انا ممكن الجا للوكيل في الوقت دوت ان هو يشيل من عليا عيب، يوفر لي فلوس، يقدر يجيب لي صفقه انا ما اقدرش اعملها، لكن هو ممكن علاقته بيه ان هو مدير اعماله، الايجنت بتاعه، الحاجات دي يبقى دي هنا. لكن مش هروح انا مثلا عايز مدافع، الوكيل يقول لي بص جايب لك حته هاف بس ينفع يلعب مدافع، عايز يبيع. ايوه انا مش عايز احصر الحته في الوكيل، الوكيل راجل بيشتغل. طب هسألك سؤال قبل ما نطلع الفاصل الجاي عشان لازم اطلع فاصل. هو اخر سؤال في الحته دي، طب لو انا بتعامل في القصه دي، طالما احنا اتفقنا ان اهميه دور الوكيل او اهميه دور الشخص اللي بيجيب اللعيبه ده للنادي، اتعامل مع واحد بس ولا اتعامل مع اكتر من واحد؟ لو بتعامل مع واحد بس يبقى انت بتقسم معاه. لو انا هقول لك لو بتعامل مع اكتر من واحد يبقى انت بتدور على مصلحه فريق. ده اخر تصريح اللي في الكابتن احمد ساري قبل الفاصل الجاي، وبكره هلاقي التصريحات دي كلها. بس هي دي الحلقه اللي انا بحبها، دي الحلقه الممتعه مع نجم كبير بجد بيتكلم بخبرات سنين طويله جدا. تعالوا على الفاصل الجاي ونعود مره اخرى، لسه عندنا ملفات كتير هنفتحها مع الكابتن احمد ساري بعد الفاصل. حلقه سخنه اهي بعد الفاصل الجاي. طبعا احنا النهارده مع النجم النجوم الكابتن احمد ساري كنا رايحين في اتجاه كده في الحلقه في الاول كنا مرتبينه وهنخش في حته، لكن ما ينفعش لان انت النهارده معاك خبره واحد اشتغل في ملاعب مصر، عارف كويس، طلع بفرق وعمل فرق من لا شيء، واضحه الناس ما بتاخدش بالها منها. قصه وجلاء اللاعبين، اللعيبه، المستويات الفنيه، صناعه النجوم. يعني زي كده ما كنا بنتكلم على احمد عيد، ما تجربه حيه، لعيب جاي من ظروف صعبه جدا، النادي ناس بتتكلم عن الامكانيات والفلوس والكلام ده كله، انت عملت لعيب في عندك، ومش لعيب واحد على فكره، انت عامل كتير واسماء كبيره النهارده، ولكن في النهايه اخر حاجه يعني احمد عيد اهو التجربه اهو واضحه وحيه وموجوده من غير وكلاء لاعبين من غير اي حاجه. ما برضه في جزء ليه علاقه بالتدريب وليه علاقه بالفنيات وليه علاقه بالعلم بشكل كبير. بس انا عايز اروح بقى عشان برضه وقت الحلقه ونعرف نتكلم في موضوعات كتير. تعال نكمل في تجربه الاتحاد المستمره الى الان مع الكابتن مجدي عبد العاطي في ظروف، اعتقد كابتن مجدي برضو جاب في ظروف شبه اللي حضرتك كنت موجود فيها كده في توقيت، يعني انا بقارن ده بالتجربه دي قوي لان حضرتك جيت في وقت زي ده برضو كده بنفس الطريقه السنه اللي فاتت بشكل او اخر. بتشوف ده ازاي؟ وبتشوف يعني النهارده الكابتن مجدي عنده واضح في حاجات كتير فنيه نتكلم عليها، مش عارف هي مرتبطه بالتدريب بس قله خبرتي يعني، ولا هي ليها علاقه بقى بالقماشه اللي احنا كنا بنتكلم عنها من الاول؟ يعني لما تيجي تتكلم على مجدي لازم ترجع لبابا فاسيلو. تمام. البدايه بتاعت بابا فاسيلو فنيا انا شايف ان هي ما كانتش مناسبه لنوعيه اللعيبه اللي جت. فالعناصر اللي هي انت اخترتها عشان تنفذ الفكر بتاعك مش مناسبه للفكر ده، فما حصلش كونتاكت بين الاثنين، فظهر الاداء بشكل مش كويس. كنت اتمنى ان هم يصبروا شويه على بابا فاسيلو او ما تختاروش من الاول بالاساس بقى. يا اما ما كنتش اخترت من الاول يا اما كنت لازم تصبر عليه حتى لنهايه الدور الاولاني. مش بابا فاسيلو جه كابتن طلعت، ودي كانت كارثه. انا عارف طبعا كابتن طلعت، وكابتن طلعت حتى صرح في بعض قال لك ان هو اخطا ان هو وافق ان هو يجي في الوقت دوت. ليه بقى؟ الوقت ما كانش مناسب اولا. كابتن طلعت لما يجي يشتغل لازم يشتغل بفكره هو، فلازم هو ليه طريقته اللعيبه بالظبط، هو دي طريقته. فان هو يخش في وسط المعترك دوت هو مش جاهز ليه، فدي صعب ان هو كان يقدر يغير نفسه بعد 40 سنه خبره في الكوره ان هو بيشتغل باسلوب معين، ان هو يغير نفسه في ان هو يقدر يمسك فريق في وسط موسم وفريق حالته ما كانتش جيده. احيانا الضغط باعتباره واحد من ابناء النادي المخلصين، وانك انت النهارده النادي في موقف صعب محتاجين ان يعني بيبقى عامل اساسي بانه يقبل. يعني عايز اقول لك حاجه، انت دخلت في ظروف اصعب. انا دخلت في ظروف اصعب، انا اقدر وقدرت انك توصل. انا بالنسبه لي ما عنديش
الباك الخلفيه عن الممارسات اللي كابتن طلعت عاش فيها والتجارب اللي خاضها باسلوب معين. انا بالنسبه لي ان انا امسك نادي الاتحاد في اي وقت في اي لحظه ده اضافه ليا وحاجه كويسه، فلازم ايه اقاتل عشان ايه انجح فيها. كابتن طلعت لا صعب، لازم يجي من اول موسم يعملها فرقه كويسه هو دي طريقته كويسه، وهو ده الاسلوب بتاعه. فدي كانت ايه، فعايزين برضه نخرج بره الفنيات. حضرتك فنيا انت من المدربين اللي بيشتغل في اي ظروف. يعني انا شفت في كل الظروف، يعني انا شفت انت كنت فوق يعني في اولمبي، تجربه اولمبي يعني كانت بتبقى كوارث. انا مش مستوعب حضرتك هتعمل ايه، ولا ان حضرتك عادي جدا الموضوع عادي، بتتصرف وبتبتدي تكسب والموضوع بيجري بسرعه وعادي جدا، برغم ان كل المؤشرات بتقول ان انت ما تنجحش في تجربه زي دي. انا عملت الموضوع ده في تجربتي بالظبط، كانت قبل كده مع دمنهور ومع المنصوره. ومع المنصور الفرقتين دول طارق في بدايه تكوين الفرقه احنا قعدنا نتغلب في الماتشات الوديه زي ما تقول زي ما انت عايز، لدرجه ان اصدقائي وخصوصا الاستاذ محمد سودان قال لي لازم تمشي. كان معايا كابتن علي امام قال لازم تمشي ما ينفعش الفرقه دي هتضيع كل فريقك. قلت له اصبر بس احنا مع دمنهور فضلنا ماشيين الاول لحد ما انا مشيت، لحد ما عرفت شيء ماشي. دمنهور كان الاول صارف 250,000 بعت لعيب ب 250,000 وصرفت على الفرقه كلها، او 350,000 وصرفت على الفرقه كلها. فاركو كان صارف فوق ال 20 مليون جنيه، وفاركو كان الاول ودمنهور الاول لحد ما الازمه وصلت لحته صعبه تتحل فما كملتش. الناحيه الثانيه المنصوره في فرق صرفت فوق ال 30 40 مليون، واحنا صرفنا بالظبط. كان رئيس النادي الاستاذ بسيوني قال لي انا هشرف 2 مليون جنيه. قلت له حلوين كويس قوي. فضلنا ماشيين اول لحد الاسبوع ال 14. انت متخيل التجربه دي؟ في فرقه صرفه 20 مليون. انا بقى عايز اعرف قبل دي انت كل ايه يعني، انت بتمسك الفريق بيبقى في المركز الاول وفجاه يمشوك. الله عليك. انا بقول لك اهو يعني حصل كل مره المنصوره ودمنهور والاولمبي. ايوه ايه اللي ازاي؟ على فكره ممكن اقول لك حاجه مش فيها على فكره. لا بس هقول لك حاجه بجد، لان ده اكبر لغز في الكره المصريه. طيب انا اقول لك على حاجه. بالنسبه لدمنهور هو اتحطت قدامي عراقيل، يعني انا قعدت مع مجلس اداره يا جماعه الفريق ده كويس والفريق ده هيصعد، فلو سمحتوا وفروا له الامكانيات. انا قدمت لائحه، اللائحه بتاعتي كانت بما معناها يعني ان قلت لهم انت دلوقتي عايز تكسب ماتش، الماتش ده ب3 نقاط، النقاط اللي بره ملعبك غير النقاط اللي جوه ملعبك. يعني دول 3 ودول 3. لان انا لما افوز على مباراه في ملعبي باخد 3 بونت، لما افوز في مباراه بره باخد 4. طب ليه بتعمل المكافاه دي اعلى من دي؟ قلت له لا اعمل لي العكس، المكافاه اللي على ملعبي تبقى اعلى من اللي بره، لان اللي في ملعبي مضمونه لازم اخدها. فالناس فاهمه غلط، الناس يقول لك لا في ملعبك ب 2000 جنيه بره ب5. يا جماعه لا، اللي بره دي مش مضمون، انت بتقول كلام في الهوا. قول لي 5 على ال3 انا هجيبه لك كل ماتش. صح. فدي وانت ضمنته. فابتديت ايه اغير في الفكر بتاع المعامله مع اللعيبه في الاداره. واتصدمنا في ان احنا ايه، مفيش مكافآت، مفيش فلوس، مفيش مرتبات، مفيش اي حاجه لاكثر من 4-5 مباريات الفريق بيكسب ومش مفيش. مفيش. طب يا جماعه طب الاسبوع الجاي، طب الاسبوع اللي بعد، لحد ما خلاص اللعيبه حطت الشنط والرباب وعايزين يمشوا. فانا قلت لهم لا. فانت هتعمل ايه؟ يا انا امشي يا انت تمشوا، ما حدش هيمشي، انا هقعد مع الاداره ويوفروا لنا الكلام ده. فدي انا لما الاداره ما وفرتليش انا اللي مشيت بصراحه. هم اتمسكوا بيا وقعدوا معايا كذا مره عشان قلت لهم انا ما عنديش مشكله معاكم، المشكله في الايه، الماديات. لو الفلوس متوفره انا هشتغل بكره ما عنديش مشكله. دي جزء بتاع دمنهور. جزء المنصوره احنا لحد الاسبوع ال 14 احنا الاول ماشي. في اخر مباراه لينا كنا في الاسبوع ال 12 باين في ملعبنا كسبانين 2-0 دقيقه 65. لقيت الجمهور ابتدى يشتم اللعيبه. فقعد جنبي الدكتور اسلام مسعد المشرف على الفريق وعضو مجلس اداره. قلت له يا دكتور انت سامع اللي انا سامعه؟ قال لي اه. قلت له بيشتموا اللعيبه. قلت له على فكره احنا الاول فرق 4 بونت عند كيرنس الثاني واحنا كسبانين في ملعبنا 1-0. كنا كسبانين 1-0 في الدقيقه 65. المهم جبنا جول في الدقيقه 85 الثاني بقى 2-0. الهداف الاول كان فردي، يعني كره قطع من الاستاذ حسن يروح شاتمينه، انت يا عم محمود غير يا عم حسن ما تطلعه كده بالظبط، انت يا عم طارق انت مش عارف تلعب. بيدربوا في المدرجات. احنا كسبانين 1-0. لما جبنا الجول الثاني الهداف بقى جماعي 1-2 ولاد النادي فين الله. قلت له انا كسبان على فكره. قلت له على فكره احنا كسبانين. قلت له احنا الاول. قلت له احنا الاول والله، وفرق 4 بونت عن الفريق الثاني واحنا صارفين 2 مليون جنيه. الفرقه دي صارفه اكتر من 4-5 مليون، ده احنا اقل فرقه صارفه بالظبط وماشيين اول.
وبنلعب في ملعب مش عايز اقول لك عامل ازاي، كان وقتها كارثه طبعا، وكسبانين معظم الفرق اللي لعبناها، اكتر فريق فايز، اقل فريق اتغلب، اكتر فريق جايب اهداف، اقل فريق داخل فيه اهداف، يعني كل حاجه، هداف الدوري من عندك، تاني هداف الدوري من عندك. طب ايه المشكله؟ وبتتشتت. فرحت على الماتش قلت لهم شكرا السلام عليكم. لا او مش لا، قلت لهم مش جاي فعلا، ومشيت ما رضيتش انزل التمرين. فجم قعدوا معايا، نزلت التمرين، نازلين اول ماتش لينا في ملعبنا بعديها، مش عارف بنلعبوا مين يا ربي، اول 5 دقايق بقوا ينادوا على اللعيبه اللي ما بتلعبش، واللعيبه اللي في الملعب يبصوا لهم كده ما بيشجعهمش، الفريق الاول. اتغلبنا الماتش دوت. طبعا وبعد الحاله دي خدت العربيه ورحت جاي ماشي، قلت لهم مش هكمل خلاص، انا المشكله مش في الفنيه، والمشكله مش في الملعب، المشكله عندكم انتوا بره الملعب مش في الملعب. دي الجزء بتاع الايه، المنصوره. الاولمبي بقى مفيش اي حاجه من دي، ولا في مشكله في الاداره، ولا مشكله في اللعيبه، ولا مشكله في الجمهور، ولا اي حاجه. انا فوجئت ان احنا الدور الاولاني، انا كنت على فكره كنت حاططها على الموبايل، الدور الاولاني احنا الاول ماشي خلاص، خلص الدور الثاني بدانا. قال لك ايه الفريق اصلك ايه، حصل له دروب. قلت لهم جميل، نجيب اخر نتائج في الدور الثاني ونشوف الفريق عمل ايه. كسبنا 5، تعادلنا 2، اتغلبنا 1. بالظبط، انا معايا على فكره النتائج دي. وبعدين بقى مشوني. الدور الثاني بيبقى اصعب بكتير من الدور الاول. ايوه مشوني، دي اللي بتبقى دايما انا مش عارف لحد دلوقتي مش عارفين. انا كل ما حد يكلمني اقول له انا حياتي وقفت عند النقطه دي. انا لحد دلوقتي انا متاثر بالموضوع ده بشكل كبير طبعا. جدا طبعا. انا عايز اعرف ايه السبب، فانا عشان كده بقول لك المشكله فيا انا ما عنديش اي مشكله مع اي حد في الاداره. متخيل، انا ما عنديش اي مشكله مع اي حد في الاداره. كان معايا الحاج فيصل حليوه، كان هو مدير الكوره وقتها. الراجل كان يعني عامل حاجات يعني على فكره الراجل في الفتره دي كان بيخش معانا مداخلات هاتفيه على الهواء، وكان متابعين فرقتك ومتابعين الشغل. انا نفسي اعرف الفكره جات لهم منين. طب انت مشيت احمد ساري وفاضل 5 مباريات او 6 مباريات، فيهم مباراه المجد بره ملعبك وبعدين الحرس على ملعبك، لو كسبت الاثنين دولت الفرق بينك وبين الحرس يبقى 7 بونت. خلاص الدور يعني كان في وقفه في رمضان لمده شهر، هيجي بعديها 5 مباريات فيهم 3 فرق انت ضامنهم لان هم نزلوا درجه ثانيه وبيلعبوا بالناشئين. خلاص الدوري خلص. فانت بتتكلم في ان انت مشيت احمد ساري خلاص. طب افرض انت مشيت احمد واللي جه مكان احمد ساري اتغلب، وهذا حصل، اتغلبت المجد واتغلبت الحصل. طب انت هتعمل ايه؟ انت لو خليت احمد ساري واتغلب انا ماليش دعوه. احمد ساري ده ايه؟ مدرب فاشل مشيه خلاص، ما هو ضيعنا، كنا هنصعد هو اللي ما صعدناش. فانت جيت انت اوضه اللبس ما عرفتش. انا علاء نوح اول ماتش ليه، اول تمرينه ليه مع اللعيبه بيزعق لهم انتوا السبب النقل. قال له يا كابتن احنا الاول. هو كابتن احمد ساري مش عشان الفرقه الاخيره، هو كابتن احمد ساري. فقال لهم انتوا بتهاجمونا ليه؟ انتوا بتكلمونا ان احنا السابع، احنا ما وصلناش، احنا ماشيين الاول. فابتدت اللعيبه، في لعيب بيزعقوا له في الملعب، قال لهم بس انا ماشي، اخد شنطته وروح ماشي. دي اوضه اللبس بعد ما انا مشيت وفتره طويله، كارثه. وقعدت كده فتره طويله. فتره ايه؟ احنا نزلنا درجه رابعه بالظبط كده. كل ده انا عايز تخيل ده قرار. انا هو ده يوصلك الى منظومه الكره اللي انت بتحكي له ده، بعيدا عن الاسامي وبعيدا لكلنا بنحبها وكلنا بنحترمها، انما النهارده ده يوصلك دي منظومه الكره في مصر. يعني تعالى لما نيجي نتفرج على فريق زي ايه مانشستر سيتي، لا يعني ده اتغلب من طوب الارض ومع ذلك ما حدش بيقرب من المدير الفني. ليه؟ لان هو النهارده باصين ان في ظروف كذا، وحاطين ان هتعرض نجم الفريق لاصابه، اللي عندهم اصابات ياما، الاجهاد، ان اللعيبه بدات تكبر، يعني حطوا كل المبررات للراجل عشان يستمر. خد بالك هنا العكس بقى، هم حطوا له كل المبررات عشان يقعد. طب انا اقول لك على مفاجاه، في انجلترا عملوا الكلام ده، وجمهور المان سيتي عمل الكلام ده، والاداره عملت الكلام ده. في مصر عندنا شالوه، الجمهور في مصر عندنا دخل يا عم جوارديولا ده ما ينفعش، خلاص كفايه مشوه. انت متخيل؟ انت بتتكلم في عقليه، انت بتجيب مدرب وتقعده ماتشين 3 وتمشيه. طالما دخلنا في الاولمبي مش هينفع، لازم هتكلم. هات لي نتائج الاولمبي لان احنا بنتكلم في قصه صعبه جدا، وهات لي ولازم نتكلم عن تجربه الكابتن سمير احمد سمير، لان برضو الموضوع ده كان برضو من الحاجات الغريبه. انا بحس ان في لعنه ما بتحصل. يعني الراجل برضو كان ماشي كويس. هو مع احمد سمير، هو ما الاداره مالهاش دخل. احمد سمير جاله عرض من الزمالك وساب الفريق ومشي. هو لعب في مرحله الصعود. احمد سمير مشي بعد حوالي 4 مباريات،
وبقى الفرق بينه وبين الماليه حوالي 4 نقط. هات لي الجدول يا استاذ هتلاقيه معايا. دلوقتي بعديها الاولمبي لعب مع محمد صلاح مباراتين، اتعادل في مباراه وكسب في مباراه. بس الماليه كسب في المباراتين، بقى الفرق مكان 4 بقى كام؟ 6 نقاط. ففرصه النادي الاولمبي ان هو يصعد تكاد تكون معدومه، لان هو حتى لو كسب الماتشين لازم الماليه خسر الماتشين، الفرق بين الاهداف كتير جدا، 24 هدف او حاجه زي كده. بالظبط. هي النتيجه معانا زي ما احنا شايفين، ده كلام الكابتن احمد السيد وده كلام النتائج، يعني احنا مش بنتكلم من عندنا، خلاص الموضوع بعد بشكل كبير لحد تجربه الكابتن احمد سمير ولحد اخر ماتشات كان الموضوع ماشي بشكل ما، ولكن طبعا اللي بيحصل ده هزه، وبرده كالعاده في الثواني الاخيره مع الاولمبي زي كده تجربه الكابتن احمد ساري، دايما في الثواني الاخيره القصه بتحصل وهو متصدر، نفس القصه بشكل او اخر، وده برده مش اتهام لحد عشان ما تفهمش غلط، ولكن في النهايه كفر الزيات اهو معاه 18 نقطه، عندنا ديلفي 15 نقطه في المركز الثاني، الاولمبي 12 نقطه، والموضوع تقريبا شبه محسوم بشكل او اخر ما بين ديلفي والماليه، ما بين ديلفي وما بين ماليه كفر الزيات. طب انا اقول لك على حاجه، فرقه الماليه كفر الزيات غيرت الجهاز الفني. ده حقيقي، ده حصل بعد الصعود. عملوا ايه؟ جابوا الكابتن منير عقيله اللي كان ماسكهم انا لسه هتكلم مع الكابتن منير عقيله والله كان صح كده، كان ماسكهم الموسم اللي فات، جابوه وخلوا الجهاز زي ما هو حطوا عليه الكابتن منير. مشى الاول، فضل مكمل، كسب الاولمبي في اسكندريه 2-0. لا هو بيكسب كله. هو على فكره هو بيعمل ماتشات عاليه جدا يعني، وفنيا الكوره عاليه قوي. عدد الماتشين برده كانوا مؤثرين عليه، لو كان كسبهم كان خلاص كان فرق دلوقتي. فانت بتتكلم في ان انت ايه لما تيجي تتدخل في الجزء الفني بتاع كابتن مدير عقيله، الله ينور يا حسين، برافو عليك، ده الماتشين لما تيجي تحياتنا لكابتن مدير عقيله طبعا. لما تيجي تتدخل في تغيير جهاز او في اضافه عنصر من العناصر اللي هتفيدك في الجهاز، ما تتواناش، غير ان انت تتدخل سلبي وتاثر وتهز منظومه كانت ماشيه تقدر كان بسهوله. يعني انت بعد ما كنت الاولمبي بينك وبين الصعود 6 بونت، تكسب المجد تكسب الحرس، تبقى في الدوري الممتاز، خلاص انت دلوقتي بتلعب على درجه ثالثه، خلاص الموضوع لا انت بتلعب في درجه ثالثه ماليه وبتاع وحاجات يعني مش بلعب في دوري المحترفين الجديد حتى لسه ما وصلتش للمحترفين، فانت بتتكلم في قصه بعيده قوي. الاستاذ طارق قال المنظومه الرياضيه الكامله اللي موجوده في مصر من اول صحيح اتحاد الكوره لحد اصغر نادي موجود في الفريق في الدرجه الرابعه، الكلام دوت لو ما اشتغلش باحترافيه وبالاسس العلميه اللي احنا بقالنا بالنادي فيها كتير جدا، ما ينفعش يا جماعه بالحب، وما ينفعش بالود، وما ينفعش بالعلاقات، وما ينفعش يا جماعه ان انت ما بتدورش على مصلحه المكان اللي انت موجود فيه لمجرد ان انت ليك علاقه بالاستاذ حسن، فالاستاذ حسن عنده اخوه بيمرن ولا بيشتغل ولا لعيب، ولا اروح اجيبه وادخله في منتخب واعمل له فرقه عشان خاطر اصيطه، وعشان يعني في حاجات في الكوره المفروض دي لو انا مسؤول لازم الحاجات دي تتغير، ما ينفعش. طب هسألك سؤال صعب لازم اساله ينفع اساله. الاولمبي بيمر بظروف صعبه دلوقتي، لو طلب من الكابتن احمد سيد، طبعا على فكره انا بتكلم بشكل عام، انا بس عايز اتست الموضوع كده، يرجع تاني في التوقيت ده في الظروف دي في حاجه زي دي؟ طبعا انا بالنسبه لي الاولمبي والاتحاد والكورونا كمان بس خلاص بقى اتلغى، والحرس من يعني انا ال4 فرق دولت لعبت فيهم واشتغلت فيهم، دول بيوت واسكندراني يعني عارف انت دول بيتك دول اسكندراني، فانت ايه بالنسبه لك النادي الاولمبي ده انت وانت نايم كده بتحلم بتعدي من جنب النادي تخش تقعد اكنك روحت البيت، مش لازم صح تروح في وسط ولادك مثلا، لا انت كده النادي خلاص انت كده وصلت البيت. نادي الاتحاد نفس الكلام، وانت معدي خش تقعد كده انت قاعد في بيتك. طب بالرغم من الظروف دي مهما كان درجه ثالثه، النادي الاولمبي لازم كلنا نتكاتف وراه، ولازم كلنا لان احنا عايزين نوصل. طب انا اقول لك حاجه اصلا اتعرض عليا 3-4 فرق في دوري المحترفين، ولكن فرق بتصارع، فانا بيني وبينك لا صعب قوي ان تاخد تجربه ثانيه كده. انت مش عايز تلعب اللعبه دي تاني؟ لا صعب رغم ان في دوري المحترفين بعد تعرف تلعبها، وفي فرق في الدرجه الثالثه تكاد تكون قعدت معايا وبتتفاوض في الثالثه، ويعني انا حطيت شويه شروط يعني بحيث ان انا مش عايز اتعامل بالاسلوب اللي هو الايه عشان خاطري مش عارف. لا يا جماعه انا جايه لو هشتغل حتى لو في الدرجه الثالثه 1 2 3 ده يبقى السنه الجايه في الدوري المحترفين، السنه اللي بعديها في الدوري الممتاز، السنه اللي بعديها بتلعب افريقيا. الخطه الواضحه اللي انت نفسك تعملها بقى، اللي مش نفسك بقى كل مره نرجع لنفس المنظومه اللي احنا بنتكلم عنها اللي فيها المشاكل دي اللي بتعطل افكارك في وقت من الاوقات، او بتعطل الحاجات النجاحات اللي انت بتحققها،
وانا دايما بشوفك اتظلمت في الحته دي، انت دايما عندك افكار للمستقبل وكل الناس بتفكر تحت رجليها يعني بص تحت رجليها كده بشكل او اخر. انا كنت بتفرج من كام يوم في التلفزيون، فجايب التلفزيون وبعمل كده، فاتفرجت على ماتش في الدوري ده المحترفين. ايوه. ففي لعيب كويس قوي كان موجود، كان الماتش ده معاد. فبتفرج عليه فشفت الولد ده كويس قوي. خلاص الولد ده جه نادي الاتحاد. ماشي. موجود دلوقتي في الاتحاد. فبيلعبوا فريق قناه الاسماعيليه. قناه الاسماعيليه فيه 2 لعيبه او 3 لعيبه احسن منه بكتير. طب قلت له انت بتتفرج على الماتش ده وشاف اللعيب اللي جه الاتحاد هو كويس، طب ما في احسن منه موجودين في الفرقه الثانيه، ما جابوهمش ليه؟ ما هو سؤال غريب. ما انت رغم ان انا محتاج المركز انك انت رغم ان انا محتاج المركز ده، محتاج المراكز دي. طب النهارده بتفرج على مباراه المنصوره بيلاعب وادي دجله. في لعيب في المنصوره اسمه مصطفى جميل، انا قعدت اتفرج على الماتش عشان خاطر كان عندي، كنت بلعب، كان لعيب كويس قوي جدا. انا من 4 سنين مرشح عشان يجي نادي الاتحاد. لما انا مسكت الاتحاد وقارنت بين الاولاد اللي انا قلت عليهم من 4 5 سنين يجوا الاتحاد، الفرق شاسع، فرق كبير يعني، فرق كبير جدا. ان انت بيكون عندك عناصر يعني تكاد تكون عاديه وبتاخد ارقام كبيره، وفي عناصر افضل منها في الدرجه الاولى تقدر تجيبها بسهوله. في ولدين محترفين كانوا موجودين في نادي النجوم، كانوا في سيراميكا، وسيراميكا كان عنده زحمه في الافارقه فطلعهم فخدتهم في السويس. دول لعيبه كويسين جدا، هايلين. وقلت يا جماعه لعيبه كويسه قوي 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 محترفين، ولد ديفندر والتاني مهاجم. عشان فاضل دي، عشان برضه يبقى قفلنا بالحته دي، مش خالص فاضل دقيقه او دقيقتين ولازم نتكلم في الحته دي. وحضرتك طرحتها فكره الفرق النهارده. انا عندي 3 فرق للمستقبل، عندي 3 فرق النهارده رايحين كاس عالم على فكره، يعني عندي 3 فرق منتخبات، منهم طبعا فرقه الكابتن احمد الكاس اللي بجد كسر كل القواعد وكل قعدوا ينتقدوا ويتكلموا، والراجل وصل كاس عالم وعامل فرقه وعامل شغل كبير جدا. ومن ناحيه طبعا فرقه 20 سنه. بس انا عايز اختصر لك الكلمه دي، واخدك فرق كبير بين الاجتهاد الشخصي والتخطيط العلمي. صح بس اهو بس دول ال3 فرق. يعني احنا عندنا فرقتنا الكبيره رايحه كاس العالم طبعا كابتن حسام حسن، وعندنا كابتن اسامه نبيه مؤخرا، وعلى فكره ده الجون اللي هو ماسكه ده جون الاتحاد السكندري فرقه 2005، ومؤمن شريف الولد اللي جاب الجونين في ماتش غانا كان بالاتحاد السكندري. كابتن احمد الكاس عنده عناصر حضرتك كنت بتكلمني عنها. شايف نعمل ايه عشان ما التجربه دي ما تنتهيش بقى؟ طيب لك المخطط بالراحه كده. احنا دلوقتي عندنا السن بتاع كابتن احمد الكاس. كابتن احمد الكاس عمل فريق، انا شفته كان اتمرن في نادي الاتحاد قبل التمرين بتاع الفريق الاول بتاع الاتحاد. فقعدت كنت بروح بدري واقعد اتفرج مع فريق، يعني لو لعب في الدوري الممتاز هتنافس. خلاص قبل البطوله باسبوعين اللي هي البطوله الوديه الاولانيه اللي هو راح خدها، قبلها باسبوعين سحبوا منه 9 لعيبه اساسيين. ليه؟ مسننين فرق السن. المهم بعد ما رجع من البطوله وخد البطوله اكتشفوا ان اللعيبه طلعت ان هي كويسه. مفيش حاجه. انا مش فاهم انا يعني لازم نكتب الحلقه تصريحات جديده برضه. هل يعقل ان انا اكون في لعيب مقيد في اتحاد الكوره وانا كمدير فني منتخب استدعيه وبعد ما يجي وامرنه واعتمد عليه تيجي انت تقول لي لا ده ما ينفعش؟ طب انت من اول لا دي كارثه. كان لازم ده ربنا كرمه وخد البطوله الوديه وبعدين رجع في البطوله اللي راح بمجموعه تكاد تكون هي مش هي برضه العناصر دي العناصر الاساسيه بتاعته. يعني بص اسامه نبي قال لك ايه؟ انا ماسك الفريق ده بقى لي 24 يوم. الكلام ده كلام ما ينفعش يا جماعه. مدير فني منتخب راح يلعب كاس عالم ينفع اديها ب 24 يوم؟ محتاجين حلقه. يقول لك الفريق ده ماسكه 3 مدربين. نتكلم في الكلام. حضرتك يا استاذ احنا بنتكلم على كاس العالم اللي جاي. كابتن احمد الكاس لازم توفر له كل الامكانيات، معسكرات، نوعيه اللعيبه، اختيارات، يعني كل ما تتخيله عشان يخلي مصر على الاقل تعدي الدور الاولاني في كاس العالم وتظهر بشكل جيد. صحيح. لازم يتوفر له. اللي هيطلب منه ايه؟ كابتن احمد انت مسؤول عن الفريق ده واختياراتك كلها. خلاص مطلوب منك ايه؟ 1 2 3 تعمل لي بلان لحد كاس العالم. بعد كاس العالم حاسب احمد الكاس. اقول احمد الكاس نجح ولا فشل؟ خلاص نفس الكلام مع اسامه نبيه. انت وصلت كاس عالم العناصر اللي عندك دي هل هي اللي الناس كلها شايفه ان هي مش كويسه وفي افضل منها بره، ولا هي دي احسن حاجه عندنا، ولا نقدر نستعين بمحترفين من بره؟ هل الكلام ده انت تقدر تعمله؟ ولازم تحط لنا خطه ان انا هوصل كاس عالم دلوقتي لما اروح هناك هعدي المجموعات، ممكن اوصل لدور ال 16 او ال8 ايا كان. المهم تدينا رينج زي اللجنه الاولمبيه لما بيبعتوا البعثات الاولمبيه، انت رايح تعمل ايه؟ هجيب ميداليه. انت رايح تعمل ايه؟ هجيب ميداليتين. انت رايح تعمل ايه؟ اللي بيكتب الاقرار اللي هو عمله وطلع بيه وبيرجع ده بيبقى ايه؟ اخفاق وفشل. اللي ما يقدرش يعمل كان حسام حسن. انت تروح كاس العالم تعمل ايه؟ لا انا رايح امثل بس تمثيل مشاركه. عارفين بس ايوه. هل العناصر اللي معاك تقدر؟ لا حسام حسن رايح ممكن يوصل زي المغرب يلعب قبل النهائي.
يقدر محتاج ايه 1 2 3 ثانيه ان شاء الله. الكلام دوت لازم يتوفر. لازم توعدنا بحلقه بقى نفصل فيها، لان احنا عندنا 3 منتخبات في معترك تاني. واقول لك على امنيه شخصيه ليا، وانا ليه سالت السؤال ده في الاخر. انا امنيه حياتي كحسن راضي اللي بيشتغل في الاعلام الرياضي اشوف الكابتن احمد ساري ماسك منتخب مصر للشباب. دي امنيتي انا متاكد دي الحته اللي انت هتعمل فيها كل اللي انت عايزه. احمد الكاس في الكوره قد 100 مره. لا انا بتكلم على كابتن، قعد 30 سنه عشان يمسك منتخب، فانا استني كمان 20 سنه ولا حاجه عشان امسك المنتخب. لا ده حقك يا كابتن. ربنا يخليك. بالتوفيق واسعدتنا النهارده حبيبي يا استاذ. حلقه كالعاده دي ناريه. الحلقه الجايه بقى وايه والاولمبي في الممتاز والاتحاد بينافس. بس معلش انا وانتوا بتتكلموا على الباسكت انتوا وجعتوني على فكره. ايوه طيب ماشي. لان الكلام ده قلت حسن معلش. احنا بنتكلم على الباسكت. الستار بيقول لك انا بخاف شويه اتفرج على الاتحاد بيست اوف 5 هيكسب، يخسر اول ماتش مش مشكله، هيكسب الاربعه وهيصعد، والاتحاد هياخد الكاس وياخد الدوري وينافس على افريقيا وهيروح جنوب افريقيا يرجع بالكاس. انا الكوره ما بتبقاش كده ليه؟ يعني استاذ محمد بصلحي، استاذ عبد المجيد، احمد عبد المجيد، الاستاذ محمد سلامه، الاستاذ محمد خميس البحيري، كل المجلس ده يا جماعه. نادي الاتحاد نقدر نعمل فرقه السنه الجايه تبقى تلعب في بطوله افريقيا، تلعب في بطوله عربيه، يبقى عندي فريق الناس تبقى تتفرج كده. لا الاتحاد هيجيب جون اخر دقيقه، الناس رايحه الماتش راجعين معاهم 3 بونت، مش هيسافروا الفرقه 200 300 كيلو ويرجعوا حزنانين ويعيطوا في الاتوبيس. لا احنا رايحين يعني نكسب يعني نتعادل. لازم الاتحاد يتحط في الحته دي. فاتمنى ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه نيجي نعملها واحنا ان شاء الله. لا احنا هنعملها كده، بس لا احنا مش هنستنى كده هنستنى كتير. احنا لازم الحلقه الجايه تبقى قريب ونشتغل بالطريقه اللي قلنا عليها، والناس بتستناك بجد، الناس بتستناك. فبجد سعدت جدا بوجودك معانا النهارده يا كابتني، وان شاء الله كده دايما متالق ودايما في المكان اللي تستحقه ويستحق ليه اسمك يعني الكبير قوي. فبشكرك جدا. شكرا ليك جدا استاذ طارق. كالعاده حلقاتنا دي احنا شغالين. شكرا ليك جدا. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من برنامجكم سر اسكندريه. كالعاده حلقه ناريه مع نجم النجوم الكابتن احمد ساري. بكره بقى التصريحات حلقات كلها على السوشيال ميديا، بس احنا مكملين مستمرين في اللي بنقدمه، لان احنا مؤمنين ان احنا لازم يكون ده الاعلام الرياضي يقدر ان هو يناقش كل القضايا بوضوح وبصراحه، ونتكلم في كل الموضوعات بمنتهى الموضوعيه. كل الشكر ليه طبعا لكل القائمين على العمل في البرنامج، اسره الهندسه الاذاعيه بالكامل اللي النهارده سيروا علشان يخرجوا لنا الصوره بالشكل المناسب والمميز ده. كل الشكر ليه طبعا الاستاذ سامر رافعي مخرج البرنامج، الاستاذ وليد احمد مدير اداره التصوير، واشوفكم في الحلقه الجايه باذن الله.